بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة من برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. ضيفنا ومعلمنا هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري، فأهلا وسهلا بكم وبه. دكتور سعيد، مرحبا. الله يبارك فيك. التقوى. يقول تعالى في محكم التنزيل في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شيخنا سعيد، القرآن يعلمنا ألا نموت إلا ونحن مسلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا أخي أحمد، آية من آيات الله عز وجل في كتابه العزيز تأمرنا بالتقوى ابتداء، وتأمرنا انتهاء بأن نموت ونحن على الإسلام. دعني يا أخي أحمد أذكر بعض المسائل المهمة، بعض العبر والحكم التي نستنبطها من هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب موجه للمؤمنين، وهذا خطاب تشريف، خطاب تشريف. يا أيها الذين آمنوا. قال المفسرون حينما نسمع آية تبدأ بهذا الاستهال أو بهذه البداية ننتظر أمرا أو نهيا. صحيح. ننتظر أوامر تقربنا إلى الله عز وجل، أو نواهي تنهانا عن الاقتراب منها، ويجب علينا اجتناب تلك النواهي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. التقوى رأس الأمر كله. الإمام علي رضي الله عنه حينما طلب منه أن يعرف التقوى، هذا التعريف المشهور لخصه في نقاط. قال: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى لا يمكن أن تتحقق إلا بهذه الأمور أو بهذه الشروط. الشرط الأول الخوف من الجليل، الخوف من الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان، استحضار خشية الله في كل زمان وفي كل مكان. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة يعني تشرح القرآن الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حيثما يقول علماء اللغة العربية زمكانية تفيد الزمان، كل زمان وكل مكان، يعني اتق الله في كل زمان وفي كل مكان. المقصود سقديري أخوي أحمد أقوى ربي أندث الليض ذيم كل زمان ذيم كل مكان، ماشي مذاني ثمورت الجزائر ذي يقوى ربي ما يروح على فرنسا ويتسقوى ربي، نغذي رمضان يتسقوى ربي، ذي شوال ويتسقوى ربي. خاطئ. خوف الله يستحضره في كل زمان وفي كل مكان. إذن الخوف من الجليل. الشرط الثاني والأمر الثاني والعمل بالتنزيل، يعني العمل بمقتضى الوحي قرآنا وسنة. الشرط الثالث ما هو؟ القناعة بالقليل. معنى الإنسان إذا كان عنده القناعة يشبع، إذا ما عندوش القناعة يسرق، يخطف،
يتعدى على الناس، يأكل أموال الناس بالباطل، لأنه ليس قنوعا. هنا أفتح قوسا مهما، قال الإمام الشافعي: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. يعني أمذان ما يلا يتشور أوليس ربي يسعى القناعة قوليس أمن تسا أمن يكسب الدنيا مرة. إذا كان واحد ما عندوش قناعة في القلب، تعطي له جبل نتاع الذهب يتمنى الثاني، صحيح. تعطي له واد نتاع الفضة يقول لك أعطيني الثاني، لا يشبع. من هما لا يشبعان كما ورد. طالب علم وطالب مال. العلم معليش يعني ماذا بك القناعة في العلم مرفوضة، صحيح، ولكن في المال لازم تكون القناعة باش الإنسان يرضى بما قسم الله لك، صحيح. تكون أغنى الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الثالث القناعة بالقليل. الشرط الرابع الاستعداد ليوم الرحيل. يا أخي أحمد، الإنسان وهو يسافر يعد نفسه للسفر، يحتاج إلى زاد. أكيد. في الدنيا أسفارنا في الدنيا نعرفها، وباش يدي الماء ويدي القوت يدي الغذاء يدي واش يحتاج في سفره، ولكن ربي قالنا في سورة أخرى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أو رجعنا لها، وتزودوا أمر رباني بأن نتزود، اللي كما قال أحد الشعراء: زادي قليل ما أراه مبلغي. يعني شعر يبدأ هكذا، يعني شعر طيب جدا، إلى أن يقول كذا: أبكي من طول مسافتي. قصيدة رائعة جدا، ولكن مطلعها هو هذا: زادي قليل ما أراه مبلغي. معنى الإنسان الذي يخاف، الذي يفكر في العواقب، لازم يفكر هذا الزاد نتاعو هل يكفيه أم لا يكفي. صحيح. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ذلك في هذا الشرط الرابع، والاستعداد ليوم الرحيل. كيف يستعد الإنسان ليوم الرحيل؟ من هذه أن يكون طائعا لله عز وجل، أن يكون مطبقا لأوامره، أن يجتهد في تحصيل القربات المختلفة، وأن يجتهد في الطاعات، وأن يجتهد أن يبتعد عن المحرمات وإلى آخره. وأكثر من ذلك أن يجتهد لكي يموت مسلما. جميل. الموت أمر محتوم، كلنا نموت كما قال الشاعر. معليش نتكلم شوية الشاعر اليوم يعني. تفضل. يقول: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار، ما للناس سوى الفردوس إن عملوا، وإن هفوا هفوة فالرب غفار. ربنا سبحانه جل جلاله قال لازم تموتوا مسلمون، تموتوا وأنتم مسلمون. ربي قال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذا المستوى الرفيع. هناك آية أخرى تقول: اتقوا الله ما استطعتم، باش نديروا التوازن. لأن الإنسان ممكن أن المتتبع يقول: أنا كيف يعني أصل هذه المرتبة العالية؟ نقول: عليك أن تتأرجح بين مستويين، إما هذا المستوى الأعلى حق التقوى، ولا ننزل تحت شوية يعني بقدر الاستطاعة. ربي قال: اتقوا الله حق تقاته، وقال في آية أخرى: اتقوا الله ما استطعتم. وبعدين في هذه المستويات نتاع الناس. لذلك لا يصح بين قوسين يا أخي أحمد أن نلزم الناس بمستوى معين، لا يمكن نقلا وعقلا أن نلزم الناس بمستوى معين. صحيح. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولكن نتمنى أن الإنسان يكون بين هذين المستويين. بعدين يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. باش يحرص الإنسان أن يموت مسلما، أن تكون نهايته مع الإسلام، يعيش بالإسلام وللإسلام ومع الإسلام، وآخر ما ينطق به لسانه وآخر ما يشعر به قلبه أن يكون مسلما، واللسان ترجمان. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بتلقين الشهادة للميت، باش قبل ما يموت آخر كلمة يقولها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أختم كلمتي بما قاله أحد العارفين بالله، قال: كنت أطوف حول الكعبة المشرفة فاستمعت إلى أناس يطوفون ويدعون الله جل جلاله. قال: ولكن ما أبكاني أحد، ولكن أبكاني دعاء أعرابي، واحد فلاح هكذا الله يبارك يدعو من قلبه. كيف يدعو وهو يطوف حول الكعبة؟
يقول ربي عز وجل قالوا يا ربي لقد أعطيتنا الإسلام ولم ندعوك فكيف تحرمنا الجنة ونحن ندعوك. يا الله. أعظم نعمة أعطاها الله عز وجل للناس الإسلام دون أن نطلبها، ما طلبها أحد، ولكن قالوا يا ربي الآن أنا نطلب الجنة، يعني كيف تحرمني من الجنة؟ قالوا يا ربي لقد أعطيتنا الإسلام ولم ندعوك فكيف تحرمنا الجنة ونحن ندعوك. نسأل الله أن نموت جميعا ونحن مسلمون. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري وبارك فيك. هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. قبل أن نستقبل المكالمات، إبراهيم من بومرداس نبدأ بالإجابة عن سؤاليه. إبراهيم يسأل شيخنا هل يجوز أن أوصي بقطعة أرض لابن أخي؟ نعم يا أخي أحمد، أجيب السائل بما يأتي بيانه. نقول الوصية لا يصح أن تعطى لوارث فقط، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. معناتها الإنسان ما يخليش وصية للوارث، لأن الورثة عندهم المواريث كي يموت الإنسان توزع التركة على حسب الفريضة الشرعية، حسب الفريضة الشرعية. ولكن ابن الأخ هنا إذا كان وارثا فما عندناش الورثة يعني، فإذا كان وارثا فلا لا يترك له وصية. ولكن إذا كان لم يكن وارثا، مثلا عنده أخوه موجود، طبعا مادام الأخ موجود يحجب ابن الأخ، فهنا الوصية تصح. نقول إذا كان ابن الأخ إذا كان من الورثة، مادام على بالناش بتشكيلة الورثة، فنقول لا تصح هذه الوصية إلا إذا جاء أجازها الورثة الآخرون. أما إذا كان أصلا هو ماشي من الورثة، عنده الناس اللي راهم أسبق أولى منه بالميراث وهو ليس من الورثة، فيجوز أن يعطي أن يترك له وصية في حدود الثلث، لحديث سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير. معناه إذا كان عنده 60 هكتار أقصى حد يقدر يخلي له 20 هكتار اللي هي الثلث. بارك الله فيك شيخنا سعيد. إبراهيم يسأل عن حكم طلاق القاضي. يا أخي إبراهيم، حكم طلاق القاضي كالآتي. أولا القاضي إذا طلق، طبعا كان إجراءات بلا ما ندخلوا في التفاصيل، فإذا طلق القاضي زوجة الشخص هذا الطلاق نافذ. يعني هذا السؤال مهم جدا، خاطر بعض الناس يا أخي أحمد يقول لك زوج ما طلقش، يعني القاضي هو اللي طلق. وطبعا القاضي وقتاش يطلق؟ إما بطلب من الزوجة في التطليق طبقا لقانون 84/11 قانون الأسرة المادة 53، إذا كان هي طلبة التطليق التفريق القضائي. القاضي شاف باللي الزوجة في طلبها دعمت طلبها بسبب من الأسباب، وهي أسباب 10 أسباب الواردة في 53 في المادة 53. إذا اقتنع القاضي طلقها رغم أنف الزوج، حتى الزوج يقول لا ما طلقتش، يقول لا هي طالق، والحكم تاع القاضي نافذ. وممكن الزوج يدير دعوى الطلاق، ما يطلقش زوجته شفاهة بلسانه، ولكن يدير الدعوى العارضة يرفعها للقضاء ولم يتلفظ بعد بالطلاق، والقاضي استجاب له فاصدر الحكم نتاعو بعد الإجراءات المختلفة وكذا. فحكم القاضي نافذ، ويعتبر في لغة الشريعة طلاق بائن بينونة صغرى. معناتها إذا كان بغى يرجعها ما يقدرش يرجعها، لازم يعقد عليها من جديد. نعم. بارك الله فيك. شكرا جزيلا شيخنا سعيد، أحسن الله إليك. إلى اتصالاتكم معنا على المباشر من فرنسا سيدة سليمة. السلام عليكم. الأخت سليمة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدة سليمة، تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلكم عندي سؤال. مرحبا. نشكركم على هذه الحصة. الله يبارك فيك. نشكر السيد الشيخ. الله يبارك فيك أخت سليمة. سؤال. هل المرأة التي تستعمل
المرأة التي تستعمل الستيغيلي اسكو سي حرام ولا حلال؟ المانع للحمل. واضح. هذا هو السؤال. طيب عندك سؤال واحد سيدة سليمة؟ سؤال واحد. بارك الله فيك، شكرا جزيلا سيدة سليمة من فرنسا. لا بأس أن نعيد التذكير بضرورة عدم الاستماع لجهاز التلفزيون والاستماع مباشرة عبر الهاتف حتى لا نضيع وقتكم مشاهدينا الكرام. إلى أين إبراهيم؟ فرنسا. أخت ريما. أخت ريما من فرنسا، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا عندي سؤال، بغيت نسقسيك على الصبغة الكحلة، اسكو حرام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة. خويا عندي سؤال. والسؤال الثاني؟ نسقسيك على الصبغة الكحلة، اسكو حرام؟ السؤال الثاني أخت ريما لو سمحتي. والسؤال الثاني عندي واحد لافامي تاعي عايش مع وحده قاوريه ورفدت معاه رايح بالحمل، بصح ما يدير لا الحلال لا والو، وبغيت نشوف الحكم اسكو مور كي تزيد تدير الحلال ولا لا الحلال لا والو. السؤال الثالث؟ الحكم اسكو مور كي تدير الحلال ولا. يا أخت ريما رجاء تفضلي مباشرة بالسؤال. والسؤال الثالث؟ أيوة. كان كي نصلي قال لك زعما مور الفاتحة نقروا الصور بالترتيب. أيوة. الو. واضح. أيوة. الو. بالترتيب، واضح السؤال. عندك سؤال آخر؟ هذا هي، وشكرا وبارك الله فيكم. الله يبارك فيك أختي ريما من فرنسا، شكرا جزيلا. هلا يسأل عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. محمد فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا أخويا محمد. أخي مرحبا، عندي جوج سؤالات من فضلك. تفضل أخويا. الأول عن ترى يجينا نتبعوا الجنازة تاع قاوري مش مسلم قاوري استدرعوا له الجبل نتاعو أو لا؟ أيوة. والسؤال الثاني؟ وعندي سؤال ثاني. السؤال الثاني عندي قاوري سال الإنسان كله وعيت نحوس عليه وما لقيتوش، وهل ترى مطلوب به أو لا؟ ولم نحوس عليه ضلت من الآن. وش دار هذا السيد؟ خويا محمد؟ نعم. السيد هذا وش عندك معه؟ سال كله سلفني سال كله. نعم. 5 أورو. أيوة. سلفني سال كله. أيوة واضح. ولم قاعد نحوس عليه وما لقيتوش، ترى مطلوب به كيف ربي يلقاك به إن شاء الله محمد خويا. السلام عليكم. السلام محمد، شكرا جزيلا. العاصمة الياس. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا خويا الياس. واش راكم لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله. يا الاخ حبيت عندي سؤال. ايه تفضل الياس. احنا عندنا منزل في البلاد في بجايه، نسافروا تما نريحوا تما يومين 3 ايام ونولوا. هل صارت المسافر نصليوها في الطريق بوك ولا نصليوها 3 ايام مسافرين؟ ايوه. الى كي يكونوا مسافرين في الطريق بوك نصليوها، ولا كي نكونوا قاعدين تما دوك 3 ايام لا يومين نصليوها مسافر. واضح سيلياس. بارك الله فيك. وحبيت انك ندير رقم تاع الشيخ هذا. طيب شيخ الياس ما كاينش مشكل، مرحبا بك ابراهيم، زميلنا ابراهيم يعطيك رقم شيخنا سعد. بارك الله فيك الياس. بارك الله فيك. ابراهيم معليش فيه اتصال اخر. طيب جميل. الاخت مريم فرنسا. الاخت مريم السلام عليكم. استاذ سعيد الكويسري، من فضلك عندي تفضلي اخت مريم.
أخت مريم، ربما فقدنا الأخت مريم. لا بأس. أخت مريم تفضلي رجاء، لا تسمعي عبر التلفزيون، اليوم عندنا متاعب مع الصدى. لما أكون في صلاة وأدعو الله، هل يجوز أن أقول أن أتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام، مع العلم أننا لا يجب أن نتقدم بأيها يعني واسطة بيننا وبين الله، فالله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، ولكن في صلاة الحاجة نرى أننا نستطيع أن نتوسل بالرسول، وسمعت أنه لا يجوز أن نقول بجاه النبي. إذن هل هناك صيغة لكي مثلا أذكر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ واضح سيدة. والسؤال الثالث من فضلكم هو ما رأيكم في الزوج الذي لا يريد أن تكون امرأته متحجبة، يعني فهي متحجبة لكنه لا يرغب فيه، ويقول في بعض الأحيان وفي أغلب الأوقات أنني لا أريد أن أراك بهذا الحجاب، وأنا لم أتعود على هذا، وإنه ربما هذا يعني كان في الأيام وفي أوقات وفي الوقت الحاضر، فهذا لا يتناسب. إذن ما هي النصيحة من فضلكم التي تقدمونها لهذا الزوج؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخت مريم، بارك الله فيك. وسامحينا ربما السؤال الأول لم نتبينه، تبين سؤالين ويبدو أن هناك 3 أسئلة. شكرا لك، شكرا لكل أوفياء البرنامج. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. شيخنا السعيد، نبدأ أولا بسؤال السيدة سليمة من فرنسا، حرمة يعني استعمال ما تفضل. نعم كالفضل. الأخت سليمة من فرنسا، نعطيك جواب فيه تفاصيل لك ولغيرك. تفضل. أولا بالنسبة للأجنة في البطون، ربي سبحانه هو اللي خلقها بأمره. نعطيك الدليل، ربي قال ونقر في الأرحام ما نشاء. سبحان الله. هذا منطلق أساس، ونقر في الأرحام ما نشاء. اللي يكتب له ربي سبحانه يعيش، لازم نديروا هذه في بالنا وما نغفلوش عليه. هذا رقم 1. رقم 2، الشريعة منعت الإجهاض لافورتمون على حماية لحق الإنسان في الحياة، وهو جانين في بطن أمه. الشريعة تحميه، قررت من الأحكام ما يحقق حماية الجانين في بطن أمه دون أن يصرخ وأن ينادي بحقه في الحياة. سبحان الله. وهو ضعيف، مخلوق ضعيف. هذه مسألة مهمة جدا نديرها في البال. المسألة الثالثة، الشريعة الإسلامية أعطت حقوق للجانين في بطن الأم، أعطت لهم حقوق الجانين وحتى بعد الإنجاب بدءا من الميلاد، والشريعة ترعاه إلى نهاية حياته. ولكن بالنسبة لتباعد الولادات، هذا أمر مباح، بمعنى تلقى كما يقولوا ان كوبل، زوجة مع زوجة بغاو يتباعدوا بين الولادات، يعني عندهم الابن الأول ولا البنت الأولى، يقولوا نديروا الانترفال مدة ما يكونش عندهم أولاد، 4 سنين 5 سنين 6 سنين، يقول لك حتى يكبر إلى آخره، لأسباب ومبررات موضوعية. صحيح. إما تربوية تعليمية وأشياء كهذه صحية. هذا الأمر مباح ليس فيه حرج بالوسائل المختلفة. هنا الأطباء يعلمون هناك بعض الوسائل اللي عندها آثار جانبية ديزيفي سيكوندير تضر المرأة وتسبب يعني أخطارا وتهدد صحة الزوجة وصحة الأم. بلا ما ندخل في تفاصيل، هنا نقول لك فقط واش قال ربي سبحانه ولا ينبئك مثل خبير. يعني كان لي ميدسان دي سبيسياليست دي اكسبير هما اللي عارفين هذا الشيء. الشريعة تقول روحوا لهم مباشرة باش نكونوا ميثوديك، نكونوا سيونتيفيك حتى في فتاوانا، يعني نعرف حدودنا وأقدارنا. طيب يا سيدي، إذن تبع الولايات ما فيهاش في حرج. أما الزوج والزوجة يتلاقاو يقول خلاص نقطعوا الإنجاب نهائيا
هنا الخلل. لا حق لهم، لا حق لهم، لا حق لهم باش هما يقروا. ربي يقول في القرآن ونقر في الأرحام ما نشاء، وهما يقروا باش يقولوا خلاص عندنا واحد يكفي خلاص طول العمر يكفي. لذلك عندنا قصص لا يسمح الوقت باش نفصلوا فيها. كاين ناس يديروا هكذا وبعدين ندموا وبعدين تلقاو اولادهم هذوك ضايعين ولا ماتوا، وبعدين كيفاش يعوض ما كانش يروح يطلقها، وبعدين تبادل التهم. احيانا هي تقول له انت السبب هو يقولها انت السبب. علاش ندخلوا في مشاكل هذه كامل؟ يكون تباعد الولادات بالطرق العلمية الموضوعية التي لا تضر والسلام. إذن فالاستعمال هذه الوسائل كما يقول العلماء لا حكم لها. هذه قاعدة ذهبية، يقول كالأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد لا بالوسائل. الوسائل لا حكم لها الوسائل، ولكن إذا كان هي مضرة في حد ذاتها الوسيلة، نقول أن هذه الوسيلة مضرة للأسباب الآتية، ومن يقرر في ذلك هو الخبير. ولكن الذي يهمني في فتواي الجانب المبدئي، قطع الإنجاب نهائيا هذا لا يجوز إلا إذا كان الأطباء تمالأوا واجتمعت كلمتهم على أن هذه المرأة لا يمكن لها من ناحية الصحة أن تنجب، ولو حملت لا تضررت كثيرا. وطبعا هم يبينوا مستوى الضرر، هنا ممكن يأخذوا فتوى لهم. وهنا نقرر قاعدة ذهبية أيضا في الفقه الإسلامي، قاعدة تغير الفتوى بتغير المستفتي. وابن القيم دائما نذكر بهذا الباب الرائع لابن القيم في كتابه اللي بغى يرجع عليه السادة المشاهدين، كتاب أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، في الجزء الثالث في الصفحة الثالثة تلقاو مكتوب عنوان باب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات. هذه كلها راهي داخله في هذا الباب. اللي بغى يرجع التفاصيل يقرأ هذا الكتاب. إذن من الناحية المبدئية أجبت من ناحية الشرعية. نعم. الله يحسن إليك شيخنا، ربي يبارك فيك. طبعا سي الأخت ريما تسأل عن استعمال الصبغة السوداء للشعر. والله يا أختي قدر الله أنه الإنسان ذكر ولا أنثى، طبعا هناك بشر اللي ما عندهمش الشيب، يعني يكون عنده 70 سنة ما هو الشيب، سبحان الله. ولكن خلي الإنسان طبيعي، كل ما يكون أمور طبيعية ناتورال يكون أحسن. الألوان الأخرى الفقهاء أجازوها، ولكن بالنسبة للون الأسود اللي غير تماما، ممكن المرأة وصلت 40 سنة ولا 50 سنة أصبح الشعر نتاعها يعني ثلث نتاعه ولا نصف نتاعه أبيض وهي تبدلوا. يعني ما نغيروش خلق الله. يعني أنا مقتنع بهذه الفتوى بصراحة. كل ما يكون أمر طبيعي. الألوان الأخرى فيها ساعة، صح، فيها ساعة، ولكن هذا اللون لا. وهناك من الفقهاء اللي يقولوا حكمه حكم الكراهة، ينزلوه من المنع المطلق من الحرمة إلى حكم الكراهة. وكي اختلفوا العلماء هنا، أنت هنا شوفي الشيء اللي يطمئن إليه قلبك ديريه، ولكن ننصحك ألا تستخدمي الصبغة السوداء. طيب، تتحدث عن شخص، وأنت تعرف شيخنا في فرنسا، تتحدث عن شخص يسير مسارا حياتيا غير سليم، فما داروش كما تقول العقد لا حلال ولا هم يحزنون. تقول ما حكم هذا الفعل وكيفاه لازم يدير إذا داروا الحلال؟ والكلمة دارجة يديروا الحلال، يديروا الحلال بعد الزواج أو بعد الإنجاب. نعم. والله يا أخي أحمد، أولا نوجه نصحا لإخواننا وأخواتنا في بلاد الغربة وكذلك في أوطان الإسلام، يعني ليس فقط اتقوا الله حق تقاته. نعم. وإحنا اليوم بارك الله فيك هذا الاستهلال، اتقوا الله حق تقاته. ربي قال هكذا: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت. يعني في الجزائر ولا في السعودية ولا في فرنسا ولا في فرانكفورت، ربي موجود في كل مكان. هذا هو. ولكن الإنسان اللي غلط، وكان بعضهم يا أخي أحمد ضحايا الاستلاب الحضاري، ما عند يدخل الأوروب خلاص ينحى البرنوس هذاك نتاعو، ينحى هذيك القيم نتاعو، ينحى تدين وكذا، ولازم يبان كيما هما، وهذا غلط. والإخواننا اللي راهم عايشين في بلاد الغرب هما قالوا لنا، قال كل ما يشوفوك، حتى الغربيون هذوك يشوفوا الغربيين يشوفوك متمسك في دينك يقادروك، يحترموك، يشوفوا عندك لي برانسيب، عندك لي فالور، عندك تشرعيت، عندك تجديث تحكم فيها، يقادروك. ولكن كاين مساكن اللي راحوا في هذه الهاويه يديروا كما القور،
كما القور. أولا الشريعة الإسلامية لا تعترف بالنسب خارج نطاق الزواج. خارج نطاق الزواج لا اعتراف بالنسب، وما نتكلموش ثم ابن البيولوجي. وانا عارف القانون الفرنسي جيدا، لو كود سيفيل، وعارف كاع يعني لافيلياسيون ثم كيفاش تتم وكذا. يعني هذه رساله لمن يهمه الامر. لا، احنا مسلمين، احنا مسلمين، والاسلام تاعنا هو اللي يضبط حركه حياتنا. لذلك لا يعترف الشرع الحكيم بالنسب خارج نطاق الزواج. سبب هذه باش تكون كليرينيت واضحه. حاجه ثانيه، بغاو يديروا الحلال، الله يبارك. احنا نقولوا يا الاخت ريما ان شاء الله ربي يهديه، ربي يهديه، بغى يدير الحلال مع هذه المخلوقه اسيدي بعد ما تنجب، مادام راهي حامل، وبعد ما يعني خلاص برأت الرحم وكذا الى اخره، بعد النفاس تاعها وكذا، يديروا عقد الزواج، يديروا عقد الزواج ويبداو في حياه جديده، حياه جديده. وربنا قال في القرآن الكريم: إن الحسنات يذهبن السيئات. يتوب بينه وبين ربي سبحانه عز وجل، ويدير زواج حلال، عقد شرعي، فاتحة، ويدير لاك دو مارياج يعني صحيح وكذا، فيدخلوا في حياة جديدة، حياة نتاع الحلال، ولكن بعد ذلك ليس الآن. نعم. بارك الله فيك. طيب، الصلاة بعد الفاتحة هل يجوز أن تصعد من صورة إلى صورة؟ والله يعني الأولى يا أختي ريما أن نحترم الترتيب. يعني مثلا إذا كان واحد في الركعة الأولى قرأ سورة الفاتحة طبعا، والركعة الأولى قرأ مثلا آية الكرسي، آية الكرسي راهي في أواخر سورة البقرة، احنا ماذا بك بعدها مباشرة في الركعة الثانية تقرأ سورة الفاتحة، ما ترجعيش اللور ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، لا، لأنه رجعت إلى أوائل سورة البقرة. الأولى أنك تستمري، يعني تروحي للآيات الأخيرة اللي جاية في سورة البقرة مثلا، آمن الرسول بما أنزل من ربه إلى آخره، ولا أوائل سورة العمران، ولا أوائل سورة المائدة، النساء، يعني ولو كان تروحي قل هو الله أحد عادي. المهم تحترمي هذاك الترتيب المصحفي بار اوردر، يعني كما راهي مرتبة السور، كما سورة الفاتحة، بعدين سورة البقرة وسورة العمران، وهكذا إلى غاية سورة الناس. الأفضل هكذا. ولكن فرضني يا أخي أحمد أنه مثلا الأخت ريما مثلا قرأت في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل أعوذ برب الناس، من بعد ولات مارشارير قالت قل أعوذ برب الفلق في الركعة الثانية، صلاتها صحيحة، يعني من الناحية الفقهية الصلاة صحيحة. ولا قالت قل هو الله أحد في الركعة الأولى، المفروض تكمل، يعني الأولى تكمل قل أعوذ برب الفلق، ولكن هي راحت اللور إذا جاء نصر الله ولا سورة العصر، يعني نقول الصلاة صحيحة. ماذا فعلت أنا خلاف الأولى؟ الأولى احترام هذا الترتيب، ولكن إذا كان غلطتي ونسيتي ما تقطعيش صلاتك من أجل هذا، صلاتك صحيحة ولا تعاد. بارك الله فيك شيخنا سعيد وأحسن الله إليك. محمد، هل يجوز تتبع جنائز غير المسلم؟ حكمه حكم الكراهة. للفقهاء تفاصيل، من ضمن التفاصيل اللي ذكروها قال إذا كان عندك علاقة طيبة مع هذا الإنسان ولا جار قاوري إلى آخره مات ومشيت في جنازته ليس في ذلك حرج. من الفقهاء من رفع الحرج تماما، وهناك من قال بحكم الكراهة، وهناك من منع. وعلى بالكم ننبه يعني إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، كي نسمعوا المسائل الخلافية لازم نفهموا زوج معاني مهمة، وهي أن الأصول ما عندناش فيها خلاف. يا ربي الحمد لله القطعيات ما فيهاش خلاف، ولكن في آيات متشابهة وفيها مسائل خلافية. نرجع برك مادام ذكر سورة العمران، ربي قال في أوائل سورة العمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، من بعد قال وأخر متشابهات، هو ربي اللي قال هكذا، وأخر متشابهات إلى آخر الآيات. حبيت نقول أنه لازم صدورنا تتسع، تكون واسعة لتقبل المسائل الخلافية. فعملنا أو استحضارنا للفتاوى التي تستجيب لهذه المسائل يرفع عنا الضيق والحرج. أعرف شخصا قال كان عندي جاري قاوري
إنسان في العلاقة مع الجيران قمة خلقا وأدبا وإلى آخره. قال لك نهار اللي مات قال لك مواليه طلبوني باش نمشي في جنازته. قال لك واحد قال لي لا يجوز حرام عليك وكذا. قال أحمل يعني أحفظ له أجمل الذكريات. قال لك حتى أني كانت فرصة لي باش ندير لهم دعوة لخوته لوالديه وكذا بحكم هذيك الجنازة اللي حضرتها. فقلت له يا أخي لماذا مادام في الأمر ساعة في الأمر ساعة خذ بهذا الرأي الفقهي في هذه المسألة تخرج من الضيق والحرج أنت مستفيد وإن شاء الله والحرج مرفوع. والشريعة تقرر هذه القاعدة وهي قاعدة فقهية مبنية على أصول من الكتاب والسنة قاعدة الحرج مرفوع. نقول لك يا أخي إذن كأصل الحكم في ذلك الجواز وليس في ذلك حرج أخذا في الحسبان مع احترامنا للرأي الذي يقول بالمنح. بارك الله فيك شيخنا أحسن الله إليك. في جعبة محمد 5 أورو لصديق أو لآخر فرنسي ولكن لم يجده إلى اليوم، ماذا يفعل؟ وأنا أشكرك يا أخي محمد بارك الله فيك. هذا هو الصورة نتاع المسلم المؤمن اللي يخاف ربي. وإحنا قلنا على تقوى الله يخاف ربي سبحانه عز وجل. ما دام عندك 5 أورو نتاع واحد أعتقد قلقوري ولا لا لما أفهم جيدا تمام، فأنت حوست عليه. الشرع واش يقول لك يا أخويا محمد؟ اجتهد في البحث عنه. اجتهد دير اللي عليك. مع انتها إذا كان تعرفه في المكان الفلاني تروح تسأل الجيران تاعو تسأل الحوانت هذوك يعني أصحاب الدكاكين وكذا في الكارتي هذاك ولا في المكان هذاك. اجتهد إذا كان لقيته الله يبارك. أما إذا كان اجتهدت ولم تجده هذاك 5 أورو خرجها من جيبك أعطيها الفقير من الفقراء. برئ ذمتك. كي تعطاها الفقر من الفقراء إن شاء الله ذمتك بريئة أمام الله تلقى ربي سبحانه وما يحاسبكش على 5 أورو لأنك تخلصت منها. فجزاك الله خير جزاء يا أخي محمد. بارك الله فيك شيخنا السعيد. إلياس من العاصمة وهو يعطل في بداية يقول صلاة السفر 3 أيام 4 هل يبدأ منذ انطلاقته من البيت من العاصمة أم أنه ينتظر حتى يصل إلى البيت ويبدأ في تقصير الصلاة؟ نعم يا أخي الياس ربي حفظك. تخرج من العاصمة خرجت من العاصمة في اتجاه بجاية بمجرد كما يقول الفقهاء تخرج من العمارات أو البنيان يعني وين حنقدر نقولوا في القرية باينة يعني بين حدود وقتاش تبدأ التقصير يعني صحيح. أحكام القصر وحنا تبدأ من الحومات هذيك القريبة من الحومة نتاعك كي تبعد درك مثلا ساكن في بيلكور خرجت من البيلكور وبديت تدخل في طريق السيار إلى آخره مثلا وصل وقت الظهر وصلت لا أدري وصلت البدوى ولا وصلت للغاية ولا ذن الشيخ دخل وقت عفوا بالشفاء عليك الله يبارك فيك دخل وقت الظهر. طيب تبدأ تقصير نتاعك عادي لأنك خرجت ما تقصرش وأنت في بيلكور لا خرجت من الحومة نتاعك من البنيان اللي قراب وين تسكن نتايا وصلت كما قلت هذا على سبيل المثال ولو كان الباب زوار ولا الغاية ولا البدوة ولا لا أدري يعني أي مكان وصلت تدخل وقت صلاة الظهر ثم يا أخي تقدر تتوقف وتصلي صلاة الظهر قصرا 2 ركعتين. احنا بدأ وقت القصر تصلي 2 ركعتين وعندك الحق تصلي معها العصر جمع تقديم قصرا مع انت راك صليت الظهر في وقته في أول وقته 2 ركعتين استفدت من القصر واستفدت أيضا من الجمع يعني تجيب العصر هذيك لأنهم مشتركان في الوقت على شو اسمه الفقهاء الظهران يقصدوا الظهر والعصر فبالتالي زيد تصلي العصر هذا اسمه جمع تقديم قصرا. أيوة هذه رخصة واضحة أخوي أحمد واضح. طيب يا سيدي فرضا ظروف ما تسمحلوش هنا في باب زوار ولا في الغاية ولا وصل حتى لسيدي يعيش وكذا وربما دار توقفات وما صلاش وصل لثم ودخل وقت العصر وكذا توصل مثلا 5 ونص خيري هنا يقدر يتوقف ويجمع الظهر مع العصر جمع تأخير قصرا مع انتهى رفد الظهر صلاها مع العصر يعني يدخل وقت العصر طبعا يصلي
الظهر ركعتين قصرا ويصلي العصر ركعتين. هذا اسمه جمع التأخير قصرا. جمع التأخير يعني أخر الظهر إلى العصر، جمع التأخير قصرا. طيب سيدي، فرض نزاد واحد نص ساعة من بعد دخل وقت المغرب، إما في طريق يصلي المغرب 3 ركعات ما عندهاش قصر. كما مؤخرا واحد أعطاني سؤال يعني لطيف هكذا، قال لك المغرب نصليها غير زوج، يعني بالنسبة لي كل شيء زوج. المغرب لا ما تقصرش، إذا كان بالنص مع تصلي 1 ونص وما ينفعش. المغرب تصليها كومبلي كاملة 3 ركعات، تصلي المغرب وتزيد تصلي العشاء جمع تقديم قصرا. وإذا كان وصل على 12 تاع الليل ولا ما صلاش المغرب يأخرها مع العشاء جمع تأخير قصرا. نعم. العشاء ركعتين، طبعا يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. ولكن سؤال قال لك أنا هذا عندنا ساكن ثم بقى يومين 3 أيام ولا، يا أخي دير حسابك 20 صلاة إلى غاية إذا عندك نية تبقى أقل من 20 صلاة، أقل من 20 صلاة. إذا كان في اليوم 5 صلوات، في اليوم الثاني 5 صلوات، في اليوم الثالث 15، معناتها أقل من 4 أيام. إذا عندك نية يا أخي الياس تمكث فيه بجاية أقل من 20 صلاة، يعني أقل من 4 أيام. هنا تقصر ولو كان ثم في الدار، راك ثم تدور غير في حداد ولا مش عارف ثم في بجاية وتقدر تصلي بالقصر. سيتي فافور، هذه رخصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولكن إذا أتم صلاته فليس في ذلك حرج، فالصلاة صحيحة. ولكن إذا كان عندك نية تبقى أكثر من 4 أيام لا، ثم تبدأ تتم صلاة، يعني تقصر صلاة، تأخذ بأحكام القصر أثناء السفر. ولكن كي توصل إلى مقام الإقامة أكثر من 4 أيام خلاص ما تزيش تأخذ بأحكام القصر. بارك الله. واضح جدا شيخنا، الله يرضى عليك. شكرا جزيلا شيخنا السعيد. سيدة مريم من فرنسا تسأل أنها تدعو الله سبحانه وتعالى في الصلاة، وهي تدعو تتوسل بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث على عدم التوسل بالنبي إلى غير ذلك، تقول ماذا أفعل؟ هل يصح لي أن أقول يا ربي بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنوبي إلى غير ذلك؟ خروجا من الخلاف. أيوة، هذه عبارة فقهية الأخت مريم، كي تكون مسائل يعني فيها كبعض الحرج وفيها الاختلافات الفقهية الشديدة، نقول لك خروجا من الخلاف دعو ربي سبحانه عز وجل بلا واسطة، لكي أيضا نحترم الرأي الذي يقول بجواز باش تقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يطعن في عقيدة المسلم. والمسألة تحتاج أيضا إلى مزيد بيان، ليس فقط في الاستسقاء، بعضهم خاطر يقول لك في الاستسقاء فقط ولا في بعض المسائل، ولكن نقول لك هناك من الفقهاء من أفتى بالجواز. ولكن نقول لك خروجا من الخلاف يا أختي مريم من فرنسا، دعو ربي مباشرة. ربي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. انجاجمنت تاع ربي سبحانه قال في آية أخرى ادعوني أستجيب لكم. الواحد يدعو ربي سبحانه مباشرة، ورب سبحانه وعد بالاستجابة. حسن الله إليك شيخنا. هذه الأخت مريم وربما حالة في فرنسا تكون الزوج غير راضي على الحجاب، هي تعتبره يعني مبدئيا مفروض من رب العالمين وتلتزم به، لكن يبدو أن الزوج يريد أن يقنعها أن الحجاب مرتبط بفترة تاريخية معينة، وهو لا يتناسب كما قالت مع هذا التطور التي تعيشه الإنسانية. كيف ترد على هذا الزوج شيخنا وتعين أيضا أختنا مريم أن تبقى على ما هي عليه؟ والأخت مريم ربي يحفظك إن شاء الله وربي يثبتك على طريق الحق. هذه مسألة أولى. الحاجة الثانية أنه يا أختي الكريمة الحجاب فريضة، يعني ما عند المرأة المسلمة ما عندهاش فيها خيار. في سؤال يا أخي أحمد؟ لا ما زال، تفضل شيخنا. يعني قاطعني في أي لحظة. لا مرحبا، الله يبارك فيك. فالحجاب مسألة مبدئية فيها حكم شرعي ثابت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. إذن المسألة ما هيش للنقاش. ونذكرك ونذكر زوجك إن شاء الله يكون يتبع فينا، روحوا لسورة الجاثية الآية 18 قرأوها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
روحي لسورة النساء الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا شجار حول الحجاب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك نقول لك يا أختي الكريمة ربي ثبتك، الحجاب فريضة، ثبتي على حجابك، وزوجك دير له الدعوة، قولي له أما الكلام اللي يقول لك لا يتناسب، لا راه غلطان، راه غلطان 100%، لأنه لا يمكن لحكم شرعي باش نقولوا سي ديمودي تجاوزه الزمان، ينفع غير في 15 القرن، ينفع في الجزيرة العربية وما ينفعش في باري. الأحكام الشرعية تنفع في الكرة الأرضية كاع، لأنه ربي اللي خلق الكرة الأرضية اللي خلق البشر، فالشريعة صالحة لكل زمان ومكان وإنسان. إذن قوله لا يتناسب هذا ردنا عليه، يتناسب، والحمد لله راكم شوف في أوروبا نساء لابسين حجاب وعادي ومحترمات. وأنا قلت قبل حين حتى القور كي يشوفوا واحد ولا وحدة متمسك في دين وفي نيف وفي مبادئ ويحترموه يقدروه. اللي سوسيولوج علماء الاجتماع يقول لك واش تمد يرجع لك، حد يقدر روحه ويقدر الناس يقدروه السلام، هذا مكان. وما زمش الإنسان يحس بالنقص، يعني بالكومبلكس هذاك نتاع النقص، يقول نو لازم في باغي لازم يبان مش عارف ايه، ولازم المرأة تبان سيفيليزي، والسيفيليزم محسوبها في هذه السيفيليزم، يعني لازم تبان متبرجة باش قول ربي يهدي الجميع. والحجاب ما تجاوز الزمن تدير له الدعوة ونصحيه، وإن شاء الله ربي يهديه. يجي نهار هو اللي يقول لك يا مريم أتمسكي بالحجاب وما تخافيش. الله يبارك فيك شيخنا السعيد، ربي يحسن إليك. وهذا إجابة عن سيدة مريم. دوما في فرنسا السيدة أم محمد. سيدة أم محمد ألو. فرنسا. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا سيدة أم محمد، مرحبا بك. الله يسلمك، اليوم من شديتكم. مرحبا بك سيدتي الكريمة. السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. عندي أخويا عندي 3 أسئلة. مرحبا تفضلي. السؤال الأول، كنت عرضني الأخ نتاعي في رمضان في رمضان، ومن بعد كي رحت كنت غضبانة عليه شوي هو والزوجة نتاعو. ألو. أيوة تفضلي سيدة أم محمد أنا سمعك. كنت غضبانة شوي عليه وعلى الزوجة نتاعو، الزوجة نتاعو شوية ماشي مليحة معانا. أيوة. ومن بعد كي ما غضبت عليه الغدوة حنيت داني بوي الله يرحمه قال لي تروحي اوبليجي تروحي تسامحي خوك وتفطري عنده ما تدنقيش للزوجة نتاعو. من بعد كي رحت حلفت، لقيت خويا غضبان، حلفت ما بغيتش ناكل نفطر، حلفت بالكفارة، قلت له ما ناكل الماكلة نتاعو ونروح. ولا الاب نتاعي قال لي كولي، وتكلم الاخ نتاعي قال لي تاكلي، والكفاره هذه راكي تشوفي نفتي فيها والله راهي على رقبتي. حلفوا ولاو تما وكلوني فطروني. ايوه. اسكو هذه الكفاره عليا انا دوكا كي حلفت بها، والله على الاخ نتاعي، والله على الاب نتاعي باللي راه متوفي الاب نتاعي. يا ربي يرحمه ان شاء الله. يرحم الجماعين. السؤال الثاني. طيب سيدة أم محمد، عودتوا وليتوا لبعضاكم ولا ما زال؟ عاودنا ولينا لبعضنا الحمد لله. هذا هو الصح، الله يبارك. والسؤال الثاني؟ عاودنا ولينا وتنحى كلام ما بيناتنا والحمد لله. الحمد لله، هذا هو الصح. السؤال الثاني. تفضلي. عندي تقلقت في رمضان وانا صايمه. ايوه. كي تقلقت سبيت دين محمد، يعني قلت دقيق هذيك الحاجة. ايوه. قلقوني. اسكو وصمتهم، يعني اسكو كش ما نخرج عليهم ولا لا وانا صايمة. ايوه. هذا هو السؤال الثالث. ايوه. نعم. تفضلي سيدة محمد تفضلي. السؤال الثالث، عندي الزوج نتاعي عند بابا الله يرحمه، عنده حاشاكم كلب مريض، وداوه عند البيطاريه بزاف، داوه ما بغاش يرتاح. ابي ولا دار له عطى السلاح للزوج تاعي، قال له وقتلو قاعد يتعذب. الطبيب راه قال لي ما يرتاحش. ايوه. اسكو ذنب على الزوج نتاعي؟ والله ما هوش ذنب. ايوه.
هذه. بارك الله فيك. وعندي بنتي. أيوة. بنتي صغيرة تقرأ هنا فرنسا. أيوة. تسأل تقول لي ماما علاش يقولوا الله غالب؟ أيوة. الله سبحانه ما يغلبش. ما هي المعنى تاع الله غالب؟ أيوة. طيب سيدة أم محمد. يا وبارك الله فيكم وربي يعيشكم. سيدة أم محمد. فرحينا بزاف بالحصة نتاعكم. الله ينورك سيدة أم محمد. سيدة أم محمد. إن شاء الله يا ربي آمين. سيدة أم محمد. سيدة أم محمد. نعم. سامحيني برك سؤال هكذا، من أي المناطق في الجزائر أنت؟ في الصيف. طب لأنه ضروري باش نفهم والله غالب. طيب بارك الله فيك سيدتي، الله يخليك، شكرا جزيلا. نعم بارك الله فيكم. الله يبارك. الغالب ليس مغلوبا يعني، ولكن أحيانا في استعمالاتنا اللغوية في جزائرنا الكبيرة يكون الاختلاف. بارك الله فيك سيدة أم محمد. أخت حورية فرنسا، مرحبا. أخت حورية فرنسا. ألو. السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال. عندي 3 سنوات تقريبا النوم كل يوم، النوم تعابين. والبارح غير البارح نمت كعبين وانا مع التعابين، الارض معمره، ما عنديش ما طول نحط رجليا باش نهرب. والصباح يا شيخ تشوف كيفاش النوض الصباح، النوض مريضه، مانيش عارفه ما عرفتش ندير. راني هذه 3 سنوات راني كيما هكذا. وشكرا والسلام عليكم. السلام ورحمة الله. ربي يبارك فيك سيدة حورية. إبراهيم في اتصال أخير؟ طيب لا بأس، على بركة الله. سيدة محمد من فرنسا، كفارة قديمة، والوالد انتقل إلى رحمة الله، يعني حلفت وقال الوالد هذه الكفارة على رقبتي وتاكلي وأكلت، فما قولكم في هذه الكفارة؟ أولا نقول باباك الله يرحمه إن شاء الله، يعني أولا ندعو له بالرحمة برحمتك الواسعة. حسنا ما فعل، يشجعك، يعني كلمها باللغة التي تفهم. أول ما كان شيء تحمل الرقبة ولا ما. نعطيك الدليل، الأخت محمد ربي قال لا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد يتحمل المسؤولية نتاعو. ولكن المألوف في الحديث، يعني في الأعراف نتاعنا، واحد يجي واحد يقول لك نتحمل عليك ودير كذا ونتحمل، ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، ولكن هو ضغط عليك بهذه الطريقة باش تاكلي، لأنه يحقق الصلح. نعم، حقق الصلح، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حديث في هذا الباب. الإنسان كان حلف على حاجة ولكن شاف الخير في الحاجة هذيك، يقول والله ما ندخل لدار عمي، هو حلف. ولكن هنا ما نقولولوش مادام حلفت حكم في كلمتك، لا، نقولوا له حنث، دع حلف. نعم، وكفر عن يمينك، وروح زور عمك، لأنه قطع الرحم لا يجوز، قطع الرحم لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، ويقول ليس الواصل في حديث آخر ليس الواصل بالمكافئ. إذن باباك الله يرحمه كي قال لك هذا الكلام باش يضغط عليك، باش يقنعك، والله يرحمه برحمته الواسعة. أما الكفارة هذه شكون تحملها؟ لا باباك لا أخوك، أنتيا توكلي 10 مساكين إن شاء الله. 10 مساكين يجزي إن شاء الله. نيتك أنت درتيها كيمين، يجزي. توكلي 10 مساكين ولا كسوة 10 مساكين. نعم. إلا ما عندكش، كما قال القرآن الكريم في سورة المائدة، روحي حوسي لها الآية 89. الآية 89 من سورة المائدة تلقايها يا الأخت أم محمد. تقول لك فصيام 3 أيام معناتها. ومن لم يجد، إذا كان الإنسان ما لقاش لا إطعام ولا كسوة ولا تحرير رقبة ولا هنا واش يدير؟ يعني تديري تصومي 3 أيام. 3 أيام إما متفرقات إما متتابعات. وأكيد المبلغ يعني زاهد ليس بالأمر الكبير. وكلي 10 فقراء 10 إذا ذكر العدد في القرآن أو في السنة يحترم، وجب. وكلي 10 فقراء، وإن شاء الله ذمتك تولي بريئة إن شاء الله ولا تخافي.
الله يبارك والحمد لله تم الصلح بينكم، وهذه هي الفائدة الكبيرة. الله يجزيك بالخير. شيخنا نتعامل بشكل تقني مع الأسئلة الباقية. نعم. 5-7 دقائق. هي تقلقت وقالت ذلك الكلام، يعني سبت. والله يا أختي محمد، يعني باين عليك عاقل، الله يبارك، ربي يحفظك يا أختي الكريمة، ولكن سب الدين لا يجوز. ما يجيش واحد يقول لك أنا غضبان وكذا، لا لا. علاش ربي قال والكاظمين الغيظ في القرآن الكريم؟ ممكن يزعفوك يا أم محمد، ممكن أي واحد منا يزعفوه الناس، ماشي كي يزعف يخرج من عقله كامل، لا. قال ربي والكاظمين الغيظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشهيد بالسرعة، إنما الشهيد الذي يملك نفسه عند الغضب، معناه يكون عنده ديفران مكابح. شيخنا معليش، هي سبت الدين، قال شيء معين، قال تلك الورقة، يعني مش سب الدين ولا قالت يعني دين شيء معين. والله مع ذلك يعني أول واحد كيسب الدين هذاك حرام باين، ولكن حتى كيسب حاجة هذاك شيء معين، حتى دي فيه السبان هو درجة أقل، ولكن يدخل في نفس الإطار. صح. في نفس الإطار. لذلك الواحد لازم ينأى، لازم لسانه يبعدوا من كلمة السبب هذه، لأنه ما هيش مليحة. واللي مطلوبة منك الآن التوبة وخلاص. التوبة إذا حبيت يعني باش يطمئن قلبك أكثر، ممكن تقضي نهار احتياطا قضاء، وليس واجبا. يعني نقول لك ليس واجبا، لأنه واجبت فيك في حقك التوبة، ولكن إذا كان يعني قلبك كما نقول الخاطر نتاعك خسر كي قلت هذاك الكلام، فزيد تقضيه يعني احتياطا. بارك الله. شيخنا، زوجها امتثل لرأي نسيبه وقتل الكلب. لا، كان عليه ألا يمتثل، لأنه قال الموت الرحمة هذه ما هيش موجودة لا في البشر ولا في البقر ولا في الكلاب. الموت الرحيم لا. كي يقول الطبيب راه يتعذب وخليه يتعذب، وحنا كامل كاين اللي مرض ويتعذب. صحيح. صافي كي نشوفوا واحد يعني يتعذب بالمرض نتاعو نتكاولوه، ولكن ما يديروا هذوك اللي كوبوي اللي يستيرن في يشوف الحصان نتاعو كذا صابوه برصاصه ويكمل عليه باش لا. حنا مسلمين لازم الإسلام هو اللي يضبط حركة حياتنا. نقول لك يا أختي الكريمة، عليه بالتوبة. زوجك قولوا يا زوجي توب بينك وبين ربي سبحانه، وربي غفور رحيم. بارك الله فيك. طيب سيدة أم رضوان، من خرج سريعا، باقي دقائق معدودة. سيدة أم رضوان، السلام ورحمة الله، تفضلي باختصار سيدتي. سؤال على الضمان الاجتماعي. أيوة. زوجي توفى، راح يمدوا لنا هكا دراهم. أيوة. هل الورثة لهم حق في هذا؟ خاطرش هما يقولوا راهو ليك انتيا والبنت الصغيرة برك، هل الباقي الأولاد والأم نتاعو لهم الحق أم لا؟ والسؤال الثاني، أنا عشت مع زوجي فيما يرضي الله، ولكن هو كي نتكلم بنية هكا سواء معه أو مع الناس يغضب شوي. هل عندي ذنب عند رب العالمين وأنا عملت كل ما في وسعي يعني؟ الله يبارك فيك سيدة أم رضوان. وبالنسبة للصيام وقراءة القرآن للميت، هل تصل أم لا؟ ولما كانوا نزوروه الصباح يقولوا باللي راهو يسمعنا واش رانا نقولوا ويحس بينا، هل هذا صحيح أم لا؟ وسورة ياسين هل دير له النور في القبر نتاعو أم لا؟ أيوة. هذا هما أسئلة نتاعي يا أخي، بارك الله. جاوبوني الآن. بارك الله فيك سيدة أم رضوان. الآن بالصبر يا أخي. الله يبارك. عندما مات ما صبرتش ونصرخ يعني هكا ونشتم في المستشفى. هل عندي ذنب في هذا؟ طيب سيدة أم رضوان، لإلحاح الحقيقة استقبلنا اتصالك، وسامحينا غدا إن شاء الله نجاوبوك على السؤال لأنه فيه الكثير من الأمور. شيخنا السعيد، الأخت حورية من فرنسا ترى الثعابين في نومها. هذه باختصار الأخت حورية معناها من تفاسير التأويلات المذكورة في هذا الباب، يعني الحساد إن شاء الله ما يضركش، وأنا أنصحك أنك تحافظي على الأدعية نتاع النوم، تقراي في سورة الفاتحة المعوذتين وكذا وقولوا الله أحد سورة الإخلاص، وبعد تمسحي كامل يعني
ما تيسر من جسدك، وتنامي على الشق الأيمن وتقرأ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن مسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها عبادك الصالحين، وغيرها من الأدعية. وإن شاء الله هذه حصانة لك إن شاء الله، تحصين لك. أما هذو حساد إن شاء الله ما يضروكش. وكي تنوضي إذا كان جاوك يعني حلم كينا هذا، تفلي 3 مرات على الجهة اليسرى الشمال نحو الشمال، وتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن شاء الله ما يضرك ما والو، ما تقلقي ما تخافي، اطمئني تماما. شكرا جزيلا شيخنا رضوان. معليش تسامحنا سيدة أم رضوان، غدا بحول الله نعود إليها. الضمان الاجتماعي هذاك الوارثة ما عندهمش الحق. أيوة. إذا كان غدوة إن شاء الله الإخوة جاوبوا، إذا بقات بعض الأسئلة نجاوبوا عليها إن شاء الله في القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا شيخنا سعيد. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام أشكر فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور سعيد بويزري. نلقاكم بحول الله غدا، يبقوا على الخامسة. السلام عليكم.